أنا اسمي عمر، طبيب شغال في مستشفى كبير في أطراف المدينة. مستشفى شكله هادي بس جواه أرواح أكتر من أجساد. اللي داخل هناك فاكر إنه جاي يتعالج، بس محدش عارف مين اللي هيخرج فعلا. كان عندنا نظام بسيط جدا، كل مريض بيتعلق في معصمه شريطة بلون معين. اللون الأخضر يعني لسه عايش، اللون الأحمر يعني خلاص، يعني الجسد بس اللي باقي لكن الروح راحت. كنت متعود على المنظر ده، حتى الدم والصرخات بقت عادية بالنسبة لي. بس في ليلة معينة حاجة اتغيرت، ليلة عمري ما هنساها. كنت في الوردية الليلية، الدنيا هادية، الممرات فاضية، مفيش صوت غير صفير الأجهزة الطبية. فجأة جات لي مكالمة من قسم العمليات، قالوا لي: دكتور عمر، محتاجين شوية إمدادات من الأبو بسرعة. قلت تمام، ونزلت من مكتبي رايح للمصعد. المستشفى بالليل بيبقى شبه المقبرة، الإضاءة خافتة والظلال طويلة كأنها بتراقبك. المصعد فتح، ولما الباب اتفتح لقيت مريضة واقفة جواه، وشها باين عليه التعب، بس كانت واقفة بهدوء وبتبص قدامها. ابتسمت ليها مجاملة كده وسألتها: نزلت الدور كام؟ ما ردتش، بس فضلت تبص على الأرض. قلت يمكن تعبانه. ضغطت على زر الأبو وبدأ المصعد ينزل ببطء، وصوت المواتير بيقم في الخلفية. الجو جوه المصعد كان غريب، برد، بس مش برد طبيعي، كأنه الهوا واقف. ولفت نظري إنها ما ضغطتش على أي زر. قلت في نفسي يمكن هي راحت لأبو برضه، أو يمكن ناسية. المصعد وصل أخير، الباب اتفتح، بس قبل ما أنزل شفت راجل جاي من آخر الممر، بيجري وبيعرج، بيقرب ناحية المصعد. صوته كان واطي، بيحاول يقول حاجة بس الكلام مش مفهوم. عينه كانت سودة ومترجمة الخوف مش طبيعي. ضغطت على الزر بسرعة علشان الباب يقفل. قلبي كان بيدق بقوة، وهي المريضة وقفت تبصلي بنظرة استغراب. قالت لي بنبرة فيها انزعاج: ليه عملت كده؟ كان بيحاول يدخل المصعد. اتنهدت وبصيت لها وقلت: شفت معصمه؟ كان عليه شريطة حمراء. الراجل ده مات الليلة دي، أنا اللي عملت له الجراحة بنفسي. سكتت لحظة وبعدين رفعت إيدها بهدوء وبصت لي بابتسامة صغيرة مش طبيعية خالص، وقالت بنغمة هادية جدا: زي دي. رفعت معصمها وكان عليه شريطة حمراء. الوقت واقف، المصعد لسه طالع، بس النور بدأ يومض بسرعة وصوت المواتير بقى أعلى، كأننا بنطلع في اتجاه مش المفروض نروحه. رجعت لورا، قلبي بيدق كأنه هيكسر ضلوعي، بس هي كانت لسه مبتسمة، ابتسامة باردة كأنها فاهمة كل حاجة وأنا لأ. الأنوار طفت فجأة، اتحول كل شيء لسواد، وسمعت صوت همسة خافتة في وداني كانت بتقول: ما تخافش يا دكتور، احنا كلنا هنا بالأحمر. الصبح لقوا المصعد واقف بين دورين، مفيش فيه غير شنطة إسعافات مفتوحة على الأرض، والشريطة حمراء ملفوفة حوالين مقبض الباب. بيقولوا من ساعتها المصعد ده محدش بيركبه بالليل، لأن كل مرة يفتح لوحده بيظهر فيه شخص لابس بالطو أبيض ومعصمه عليه شريطة حمراء، بيبصلك بابتسامة هادية جدا زي ابتسامة المريضة. متنساش تكتب في الكومنت رأيك في القصة وقولي تحب الكابوس الجاي يكون عن إيه، لأن كل كابوس جديد بيبدأ من تعليقك.